سيادة الوزير ما عملش أي منظر لغاية دلوقتي يا رامي. هيعمل، أكيد هيعمل. أنا مش عارف إيه اللي هفينا في دماغنا وخلانا نعمل العملة الهباب اللي عملناها دي. بس عارف، عجبتني قوي وانت بتنكر اعترافاتك الهباب ده وكيل النيابه. هو المحامي اللي ابويا جابهولي هو اللي قال لي اعمل كده. قال لي انكر اي حاجه يقولوها لك وقول عليها ما حصلش. بس انت عارف ان اعترافاتك الاولانيه دي تودينا في داهيه. وانا اعمل ايه يعني اذا كان الهباب اللي اسمه سيد ده اعترف علينا؟ ده غير الست كمان اللي اتعرفت عليها في طابور العرض. اخبار السبايج انا ناس ايه يا كوتش؟ ليه؟ الماني، الخمسينات والميات المصححه علشان الثرثره حضرت. وشكلكوا كده خرمان مزاج على الاخر. امسك ساعات حاجه نظيفه. صباح الفل. والكوتش شرح. صباح العسل. ثواني وهتعملوا احلى دماغ في الدنيا. بالهنا والشفا. احلى صرصره لاحلى جوز بشوات في الدنيا. انا قلقان قوي على ابويا وامي يا رامي. امي اكيد منهاره. دول اخدوا فيها صدمه عمرهم. صدمه عمرهم. متقلقش، ابويا اكيد هيتصرف، مش هيسيبني هنا. معقولة يا لطفي هيجي لك نوم وابنك هشام يروح قلبي مرمي متبهدل في السجن؟ أنا حاسس إن الضغط عالي عندي قوي يا ألفت، وأنت عارفة ما بيظبطوش إلا النوم، وعشان كده خدت حباية منومة مع حباية الضغط، ومع ذلك مش جاي لي نوم من كتر ما مخي بيودي وبيجيب. أنا اللي دماغي هتشد مني، هتجنن يا لطفي. كل ما اتصور اللي ابني نايم في السجن على الأرض يا روح قلبي بتجنن يا لطفي بتجنن. على فكرة أنا اديت الأستاذ شهدي المحامي شيك ب100,000 جنيه مقدم أتعاب، هيصرفوا بكرة الصبح. 100,000؟ بس على الله يجيب فايدة، بيطلعوا من الورطة اللي حط نفسه وحطينا فيها معاه. قلبي بيتاخد يا لطفي، أنا خايفة الموضوع دوت ما يعديش على خير والواد يروح مننا. عارفة يا ألفت، نفسي أمسكه وأقعد أضرب فيه وأقول له ليه؟ ليه عملت فيا في أمك كده ليه؟ معلش يا لطفي، ادعي له ربنا يلاقيه ويرجعهن يا رب عديها على خير يا رب. هينجيه من ايه ولا من ايه؟ ولو نجا حتى من السجن والتهم المقندله اللي فوق دماغه هينجى ازاي من الادمان؟ هنعالجه يا لطفي، هنعالجه هيبقى زي الفل وهيخف. صدقني انا حاسه بكده، انا حاسه. محدش مشي في طريق الادمان يا ألفت ورجع منه. وبعدين احنا بنتكلم في ايه؟ مش لما يبقى ينجى من المصايب اللي هو فيها الاول. صدقني يا لطفي انا عندي امل ان شكري جلال لازم يعمل مستحيل عشان خاطر يخرج ابنه، وضروري هيبقى معاه هشام. صدقني انا ان شاء الله هتبقى كل الامور على خير باذن الله تعبنا كله هيبقى بخير ان شاء الله. وانا كمان عندي نفس الامل يا ألفت، بس خايف لنفوق على كابوس افظع من اللي احنا فيه. خساره يا ألفت، شقينا وتعبنا وعشنا أحلى سنين عمرنا وإحنا متغربين، وكل ده عشان إيه؟ عشان نأمن لهم مستقبلهم. في الآخر ضيع نفسه وضيعنا معاه. بقى ده آخر شقة عمرنا بحاله يضيع بالشكل ده. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا آسف يا دكتور إن أنا جيت لك من غير ميعاد. ميعاد إيه وبتاع إيه يا راجل؟ أنت تشرف في أي وقت. والله ده برضه عشمي، وعشمي ده هو اللي خلاني أجي لك بعد ما عرفت باللي حصل. من فضلك يا حسين لو سمحت، أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده. من فضلك أنت يا دكتور تسمعني، مش باعتباري ابن عم عبلة، لأ، باعتباري راجل زيك، مقدر حجم الصدمة ومقدر موقفك وحسية اللي حصل. عشان كده يا دكتور يعني أنا بتمنى إن اللي حصل ده يكون مجرد لحظة غضب عامية تروح لحالها وترد مراتك يا أخي. عبلة هي اللي اختارت يا حسين. أنت راجل مثقف
ومتحضر. وبعدين عبلة دي تبقى مراتك وحبيبتك وام ولادك. لو سمحت يا حسين ارجوك، الموضوع ده انتهى بالنسبه لي ومش عايز اسمع فيه اي تفاصيل. اللي حصل حصل خلاص. طب يا اخي ما دام اللي حصل حصل، يبقى نعالج الموقف بهدوء وحكمه. يا راجل ده في مثل بيقول اللي ايده في الماء مش زي اللي ايده في النار. يا دكتور عبلة هي اللي في النار، عبلة هي اللي اتكوت بيها، وحقها عليك وحق اولادك عليك انك تقف جنبها وتساندها، مش تسيبها في محنتها لوحدها. ارجوك يا دكتور تفكر في اللي انا قلته لك ده كويس قوي. ارجوك تفكر. عن اذنك. دكتور خيري جوز حضرتك بره. لا خليه يتفضل على طول. اتفضل يا دكتور خيري. شكرا. اهلا يا خيري، ازيك؟ ازيك يا عبلة؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. اتفضل اتفضل استريح. اتفضلي. الولاد عاملين ايه؟ كويسين؟ كويسين الحمد لله. بس انت طبعا عارفه ومتاكده انهم محتاجين لك. انا تحت امرهم في اي وقت. بصي يا عبلة، انا جاي مخصوص دلوقتي عشان اقول لك ان اللي فات كوم واللي جاي ده كوم تاني خالص. مش فاهمه يعني ايه؟ عبلة، بصي احنا مهما حصل بينا، لكن في النهايه بينا عشره عمر واولاد وحب. اعتقد انه كان السبب في كل النجاحات اللي وصلنا لها، وكل ده بيفرض عليا يعني لما اشوفك او احس انك في خطر لازم اجيلك علشان احذرك. مش فاهمه انت تقصد ايه برضو يا خيري؟ شكري جلال. ماله؟ عبلة ارجوكي، اللي عندي مش هيفيد في موقف زي ده. البراءة والإخلاص اللي انت طول عمرك عايشة بيهم مش هتقدري تواجهي بيهم راجل زي ده. أرجوك يا عبلة، بص للدنيا ماشية ازاي وانت تفهمي مين اللي بيوصل. انت شايفة الكبير بياكل الصغير. طب أنا هقولك حاجة مش هتصدقيها. يوم الحادثة المشؤومة دي، ساعة خدتيني المريوطية علشان أتعرف على الفيلا اللي حصلت فيها حالة الاغتصاب دي، وأنا بقى جوايا إحساس رهيب مش عارف مصدره إيه. إن الحكاية مش حكاية اغتصاب زي اللي بنقراها كل يوم في الجرايد، لا. حسيت إنه في مصيبة أكبر. ودلوقتي بس تأكدت إن إحساسي كان صح. يعني انا مش فاهمه، انت خايف على نفسك ولا عليا ولا على مين؟ ده كلام برضه يا عبلة. أقسم بالله العظيم إني خايف عليكي وعلى أولادي. عبلة، إحنا دلوقتي قدام الناس متطلقين، يعني مفيش أي صلة بيني وبينك. لكن إني أجيلك النهاردة هنا ده معناه إني خايف عليك يا حبيبتي. خيري أنا متشكرة عشان خوفك عليا وتعبك، لكن إذا كنت فاكر إن أنا ممكن أتخلى عن القضية عشان خايفة من شكري جلال تبقى غلطان. تطعني في شرفي وفي عرضي، ده شيء مش مقبول وعمري ما هسامحه عليه. طول عمري بعمل كل حاجة عشان أحافظ على احترامي بيني وبين الناس وبيني وبين نفسي. مش هخسر ده أبدا. عمري كله راح حضر، مش هسمح إن ده يحصل. يعني مفيش فايدة؟ كل اللي بعمله هيجي بفايدة، صدقني إن شاء الله. طب أرجوك يا عبلة، ما كانش عشان خاطري يبقى عشان خاطر الولاد. أرجوك خلي بالك من نفسك.